السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلاب سنة رابعة ابتدائي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنبدأ عندنا الوحدة التانية في الرياضة بإذن الله، الجمع والطرح. أول حاجة عايزين ناخد الجمع. يعني إيه كلمة جمع؟ يعني لما باجي أقول 2+3 بجمع، يعني بضيف، يعني بزود الاتنين على التلاتة، فأقول 3 لما أزود عليها 2 يبقوا 5. يبقى الجمع معناه الإضافة. طيب يعني ايه بقى خواص الجمع؟ لو انا عايزة امسك كده خواص الجمع واشوف ايه المميزات او الخواص اللي عند الجمع. طبعا احنا الكلام اللي احنا بنقوله ده مفيش حاجة جديدة اخدناها قبل كده، لكن هنقوله برضك تاني. اول حاجة لما اجي اقول 3+5، 3+5 بكام؟ في ناس طبعا شاطرة تقوم قايلة 5 وهزود عليها 3 تبقى 6 7 8. جدعين. طب لو انا بدلت، بدل ما اقول 3+5 ورحت قايلة 5+3، برضو 5+3 هتديني 8. يبقى أنا هنا لما بدلت سواء قلت 5+3 أو 3+5 الناتج طلع هو. فالخاصية دي اسمها خاصية الإبدال. يبقى الجمع عملية إبدالية. يعني إيه عملية إبدالية؟ يعني لما أجمع أي عددين الترتيب مش مهم، 3+5 هي 5+3. دي أول خاصية. طيب تاني خاصية عندنا، لو أنا جيت قلت كده، بصوا، لو انا جيت قلت لكم 2+3+5 عايزة اجمعها، ممكن واحد يجي يقول لي ايه يا ميس انا هاخد الاتنين والتلاتة مع بعض، فاقول 2+3 5 وبقت 5+5 10، اقول له حلو. يجي واحد تاني يقول لي لا انا هاخد الخمسة والتلاتة هي اللي مع بعض وبعد كده اجمع الاتنين، 5 و3 8، 8+2 برضو هتديني كام؟ 10. الناتج طلع زي ما هو، سواء اخدت اول رقمين هما اللي مع بعض وبعد كده جمعت عليهم التالت، او اخدت اخر رقمين هما اللي مع بعض وجمعت عليهم التالت. الخاصية دي اسمها خاصية الدمج او التجميع. يعني ايه الدمج او التجميع؟ ان انا بمسك عددين اجمعهم مع بعض، ادمجهم مع بعض، اطلع منهم عدد واحد وبعد كده اجمع مع الباقي. يعني 2 و3 خدتهم جمعتهم مع بعض الاول طلعتهم ب5، بعد كده رحت مزودة بقى ال5 التانية. وهنا لاحظنا ان احنا لما جمعنا اول رقمين وبعد كده زودنا عليهم التالت زي ما جمعنا اخر رقمين وزودنا عليهم الاول. عشان كده بنقول ان الجمع عملية ابدالية وعملية دامجة. يعني ايه ابدالية؟ يعني ينفع ابدل فيها. يعني ايه دامجة؟ يعني انا لو عندي 3 ارقام او اكتر ينفع اخد كل 2 مع بعض وبعد كده 2 تانيين مع بعض و2 تانيين مع بعض لحد ما اخلص المسألة. طيب تالت خاصية عندنا، لو انا جيت بصيت كده وقلت لكم 0+5، طبعا هي ال5. 0+4 برضك هي الأربعة. 0+9 هي التسعة. يبقى هنا الواحد ما بيأثرش في عملية الجمع. يعني ايه ما بيأثرش؟ بيسيب لي العدد زي ما هو، لا بيزوده ولا بينقصه. علشان كده بنسمي الواحد ده، سوري، الصفر ده بنسميه المحايد الجمعي. محايد واقف على الحياد، ولا بيزود ولا بينقص. طب فين؟ في عملية الجمع. يبقى ده تالت خاصية اللي هي خاصية العنصر المحايد الجمعي. يبقى لما يجي يقول لي 0+5000 يبقى هتنزل زي ما هي الخمس ايه؟ 1000. 0 زائد اي عدد ينزل زي ما هو نفس العدد. ولما يجي يسألني في سؤال ويقول لي المحايد الجمعي هو نقط، مين هو المحايد الجمعي؟ يبقى هقول له هو مين؟ طبعا الصفر. طيب يبقى احنا قلنا كده لحد دلوقتي ان انا عندي في الجمع دي كام خاصية؟ 3 خواص: الابدال والدمج والمحايد الجمعي. طيب تعالوا نشوف شكل التدريبات تيجي في الجزئية دي ازاي. لو جالي كده سؤال زي ده بيقول لي 79+16، أول سؤال ده 79+16 بيساوي 16 زائد نقط. طبعا هو هنا قصده إن احنا بنبدل 79+16 هي 16 زائد 79. يبقى الخاصية اللي مستخدمة هنا اسمها خاصية الإبدال، إن أنا كل اللي عملته إن أنا بدلت. طيب بيقول لي هنا 560 زائد صفر، احنا اتفقنا إن الصفر ده محايد لا بيزود ولا بينقص في الجمع،
يبقى 0 زائد 560 يبقى هتفضل زي ما هي 560. خاصية ايه هنا؟ المحايد الجمعي، ان الصفر هنا ما زودنيش، يبقى ده كده كان محايد جمعي. طيب بيقول لي هنا في السؤال الثالث الخاصية المستخدمة في 4 زائد 15 بيساوي 15 زائد 4. المفروض دي 15 4 زائد 15 بيساوي 15 زائد 4، يبقى الخاصية المستخدمة هنا اللي هي خاصية الإبدال. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي العنصر المحايد في عملية الجمع هو نقط. مين العنصر المحايد في عملية الجمع؟ يبقى هو الصفر. السؤال اللي بعده كاتب لي 23 زائد وفتح قوس 73 زائد 15 بيساوي 73 زائد 23 في قوس زائد 15 تسمى خاصية نقط. لو هنلاحظ هنا كده ان احنا كل اللي عمله هنا ان هو حرك الاقواس. بيقول لي يعني ان انا لما اجمع الثلاث ارقام دول واخد ال 73 مع ال 23 هما في قوس، وبعد كده ال 15 بتساوي الناحية التانية لما اخد ال 15 بقى وال 73 هما اللي مع بعض واخلي ال 23 دي بره. يبقى قلنا الخاصية دي اسمها خاصية الدمج. الدمج ان انا ابقى عاملة اقواس اجمع اتنين مع بعض وبعد كده ازودهم على العدد التالت اللي موجود عندي. يبقى دي اول حاجة خدناها خواص الجمع. طيب عندنا بقى في ايجاد ناتج الجمع. عشان اجيب ناتج الجمع عندي كام طريقة؟ طريقتين. اول طريقة التقدير. التقدير زي التقريب. تاني طريقة ان انا اجيب الناتج الفعلي بتاع المسألة. طيب يا ميس ازاي هنحل بدي وازاي هنحل بدي؟ طيب تعالوا نشوف واحدة واحدة ونشوف هنحل ازاي بالتقدير وازاي هنحل بالناتج الفعلي. اول حاجة عندنا ازاي نجيب الناتج الفعلي. يعني ايه الناتج الفعلي؟ يعني وانا بجمع المسألة اجمع المسألة كلها فعلا هتطلع بكام. الجمع العادي خالص اللي احنا واخدينه من سنة تالتة ابتدائي، يعني بنجمع الآحاد مع الآحاد والعشرات مع العشرات والمئات مع المئات وهكذا. فلما يجيلي سؤال ويقول لي اوجد ناتج ما يأتي، عايز نجيب الناتج بكام، اجمع على طول عادي. فاقول مثلا هنا 8 زائد 1، 8 واحط عليها 1 يبقى 9. 5 زائد 3 يبقى احط الخمسة وازود عليها 3 تبقى 7 8 9. واللي مش بيعرف يعد يعني حط الكبير في مخك والصغير على ايدك. كبير في مخي 5 والصغير على ايدي 3، وعد بعد الخمسة يبقى 6 7 8. يبقى هنا 5 زائد 3 يبقى هتديني 8. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي 3 زائد 2. 3 زائد 2 يبقى هيديني 5. السؤال التاني بيقول لي 5 زائد 3. طبعا اول حاجة احنا نبدأ من هنا، بنبدأ باليمين، مش بنبدأ من الشمال عشان هي دي الآحاد، فبنجمع آحاد مع آحاد. 5 زائد 3 يبقى 5 في مخي وال3 على ايدي، بعد ال5 6 7 8. السؤال اللي بعده 4 زائد 5 يبقى ال5 في مخي وال4 على ايدي، بعد ال5 6 7 8 9. السؤال اللي بعده 6 زائد 3 أو 3 زائد 6، أعد بعد ال6 7 8 9. وآخر حاجة الاتنين ومفيش حاجة واقفة قدامها فتنزل زي ما هي. طبعا ده سهل قوي. لو جينا بقى في الأرقام الكبيرة شوية، 9732 زائد 180. أول حاجة هنبدأ أهو 2 زائد 0، الصفر ده محايد يبقى هينزل يميس الاتنين زي ما هي. طب 3 زائد 8 هحط ال8 في مخي وال3 على ايدي، بعد ال8 9 10 11. اكتب ال11 كلها؟ لا طبعا، يبقى هقول 1 ومعايا ال1 على الرقم اللي بعده على طول. 7 و1 8 ومعايا 1 يبقى كده كام؟ 9. وهنا 9 ومفيش قدامها حاجة فنزلتها زي ما هي. السؤال اللي بعده نفس الكلام، 4527 زائد 1935. نبتدي نجمع الأول مع الأول. 7 زائد 5، 7 في مخي وال5 على إيدي، بعد ال7 8 9 10 11 12. أكتب ال12 كلها؟ لأ طبعا، فهحط 2 والواحد على الرقم اللي بعده. 2 و3 5 ومعايا 1 فوق يبقى كده 6. 5 زائد 9 هحط ال9 في مخي وال5 على ايدي، بعد ال9 10 11 12 13 14. طبعا مش هكتب ال14 كلها، فاقول 4 ومعايا الواحد. يعني ال14 كده بنكتب اول رقم بس اللي هو الآحاد، والرقم اللي بعده بحطه على العدد اللي بعده.
4 زائد 1 5 ومعايا 1 يبقى كده كام؟ 6. يبقى 6462. طيب السؤال اللي بعده 22354 زائد 13258. لما نلاقي المسألة مكتوبة كده قدامي بالسطر يا إما نمشي واحدة واحدة كده، يعني قول 8 زائد 4 12، 2 ومعايا الواحد، 1 على 5 بقت 6، 6 و5 11، 1 ومعايا الواحد، 1 و2 3، 3 و3 6 وننزل العلامة، 3 و2 5 و1 و2 3. بس اوقات الطريقة دي في الارقام الكبيرة بنتلخبط، اوقات ما نعرفش احنا وصلنا لحد خانة ايه. فلما نلاقي الرقم مكتوب قدامي كده بالطريقة الافقية، انا اجي جنب المسألة كده واكتبهم تحت بعض احسن بالطريقة الرأسية تحت بعض كده عشان تبقى المسألة بالنسبة لي سهلة. واجمع برضو 8 زائد 4، 8 في مخي و4 على ايدي، يبقى بعد ال8 9 10 11 12، 2 ومعايا الواحد، 5 و5 10 ومعايا واحد يبقى كده 11، 1 ومعايا الواحد، 2 و3 5 ومعايا واحد فوق يبقى دي 6، 2 و3 5 وواحد و2 3. طبعا هنا احنا كده بنجمع وعايزين ندرب ايدينا على الجمع الكتير، نقعد نجمع مسائل كتيرة جدا. طيب يا ميس ايه بقى النوع التاني من الجمع او الطريقة التانية من الجمع؟ تعالوا نقول الطريقة بتاعة التقدير. طيب السؤال هنا بيقول لي قدر ناتج ما يأتي، او ممكن يجي لي السؤال يقول لي استخدم التقريب لتقدير ناتج. كلمة اقدر الناتج معناها ايه؟ يعني أنا مثلا لما اجي اقول انا معايا 199 جنيه وهزود عليهم مثلا 29 جنيه، فيجي حد يقول لي يا ميس 199 جنيه دي يعني كأن تقريبا معاكي 200 جنيه، وال29 دي يعني كأن تقريبا معاكي 30 جنيه، يبقى انت بالتقريب كده معاكي 230 جنيه. هو ده معنى كلمة ان انا اقدر الناتج بالجمع، ان انا اشوف ان الناتج ده قريب لمين في العشرات، قريب لمين في الميات، واجمعه على طول بدل ما اقعد احسب الرقم كله من اوله لاخره. طب انا يا ميس هعمل الاقرب 100 ولا الاقرب 10 ولا الاقرب 1000 ولا اني نوع في التقريب؟ على حسب ما هو ما يقولك في المسألة. طيب تعالوا كده نبدأ مثلا من تحت لفوق. المسألة هنا بيقول لي 7467 ناقص 4506، بيقول لي بيساوي نقط وكاتب لي الأقرب 1000. احنا المفروض هنحط اللي يساوي هنا كمان. عايزني أقربها الأقرب 1000، يبقى هو هنا مش عايزني أجيب الناتج بتاع المسألة على طول، لا ده عايزني أقرب الأول علشان أعرف أجيب الناتج أسهل. فأنا عايزني أقرب لأقرب 1000. فين الألوف؟ أدي السبعة، وهمشي اللي قبلهم زي ما اتفقنا بقى قبل كده واحط مكانهم اصفار. السبعة قبلها 4 والأربعة بخيلة مش هتديها حاجة فتفضل زي ما هي 7000. طب هنقص منها كام؟ ده برضه هقربه الأقرب 1000. الأربعة قبلها 5 والخمسة كريمة تديها 1 بدل ما هي 4 تبقى 5، وأنا بقرب لأقرب 1000 يبقى 5000. يبقى أنا هنا كأني بقول 7000 ناقص 5000، أو كده المسألة بقت أسهل. 7000 ناقص 5000 يبقى هيتبقى لي 2000. يبقى التقدير بيخليني أجيب رقم أسرع يكون قريب للرقم الفعلي اللي أنا جبته. طيب تعالوا ناخد المسألة التانية. بيقول لي ده زائد ده وبيقول لي الأقرب 100، يبقى أنا همسك دوت أقربه الأقرب 100 الأول وده هقربه الأقرب 100 الأول وبعد كده أجمع. فين خانة المئات؟ الأربعة، واللي قبلها مشيوا نحط مكانهم أصفار، بس اللي قبل الأربعة على طول التسعة كريمة تديها 1 بدل ما هي 4 تبقى 5، يبقى ده أقرب لل500. طب هنا التلاتة هيتمشي اللي قبلها، والتلاتة قبلها بخيلة مش تديها حاجة تفضل زي ما هي 3، يبقى 300 زائد 500 يبقى طبعا هيديني، في ناس هتجمعها بدماغها 800. طب واللي مش عارف اجمع، 0 زائد 0 هو الصفر، 0 زائد 0 هو الصفر، 5 زائد 3 5 وزود عليها 3 يبقى 6 7 8. نفس الكلام بيقول لي اجمع 481 زائد 238، بس بيقول لي الاقرب ايه؟ 10. يعني ايه بقى الاقرب 10؟ يعني انا هقرب الاول وبعد كده اجيب الناتج، عشان هو بيقول لي استخدم التقريب عشان اقدر الناتج ده هيطلع بكام. يعني انا هقرب علشان اجيب الناتج.
طيب انا هنا همسك مين؟ خانة العشرات عشان هو قال لي اقرب 10، وهمشي الاحاد اللي قبلها احط مكانها 0. الواحد ده بخيل مش هيدي ال8 حاجة، فتفضل زي ما هي 8، واتفقنا ان احنا بننزل اللي بعدها زي ما هو، يبقى دي 480. زائد هنا خانة العشرات ال3، لقيت في قبلها 8، وال8 كريمة تديها 1، بدل ما هي 3 تبقى 4، والاتنين اللي وراها تنزل. طب علشان اجمع، تعالى بقى نجمع. 0 زائد 0 هو الصفر. 8 زائد 4 بعد ال8 9 10 11 12. 2 ومعايا الواحد. 4 زائد 2 6. 6 ومعايا 1 يبقى كده كام؟ 7. يبقى نخلي بالنا كده، احنا عندنا كده قلنا طريقتين بجيب بيهم الناتج بتاع الجمع. اول طريقة ان انا اجيب الناتج الفعلي، امسك المسألة واجمع احاد مع احاد، عشرات مع عشرات، مئات مع مئات، وهكذا. تاني طريقة ان انا استخدم التقريب عشان اقدر الناتج، يا اما اقرب لاقرب 10 بعد كده اجمعهم مع بعض، يا اقرب لاقرب 100 واجمعهم مع بعض، يا اقرب لاقرب 1000 واجمعهم مع بعض، على حسب اللي هو عاوزه في المسألة. طيب اخر سؤال عندنا هنا، او اخر نوع من الاسئله بقى المقاليه او الاسئله الكلاميه، يعني لما يجي يديني سؤال زي اللي احنا هنكتبهم ده، زي السؤالين دول كده، بيقول لي جسر من النمل، جسر كده من النمل في كام؟ 142 نمله، وجسر تاني في 165 نمله، فما عدد النمل في الجسرين معا؟ يعني هما الاتنين مع بعض بقى كله على بعضه كده يبقى في كام نملة؟ يبقى طبعا هنا احنا هنعمل عملية جمع، يبقى انا هجمع 142 زائد 165، واجمع 2 و5 7، 4 و6 10، 0 ومعايا الواحد، 1 و1 2، ومعايا 1 يبقوا كام؟ 3، يبقى كده 307 نملة. طيب السؤال التاني بيقول لي اشترى محمد لابتوب بمبلغ 9250 جنيه وهاتف بمبلغ 4750 جنيه، احسب ما دفعه محمد. محمد راح اشترى من عند الراجل لابتوب واشترى تليفون، يبقى اكيد لما يروح يدفع الفلوس اللي هيدفعها هيدفع فلوس الحاجتين دول مع بعض، يبقى لازم يجمعهم مع بعض الاول علشان يعرف هو هيدفع كام. يبقى انا هجمع 9250 جنيه زائد 4750 جنيه. طبعا 0 وصفر هو الصفر، 5 و5 10، 0 ومعايا الواحد، 2 ومعايا 7، 7 و2 9، ومعايا 1 فوق يبقى 10، 0 ومعايا الواحد، 1 و9 10، ومعايا 4 يبقى كده 14، يبقى هيدفع 14000 جنيه. زي برضو لما يجي يقول لي اشترك محمد وسامي في تجارة، محمد دفع 5000 جنيه وسامي دفع 7500 جنيه، يبقى تمن التجارة او اجمالي اللي هيتاجروا فيه كلها او اجمالي تكلفة المشروع كله، يبقى انا هعمل هنا عملية جمع. يا رب تكونوا فهمتوا النهاردة. لو في اي حاجة تقدروا تقولها لي في التعليقات، وان شاء الله نشرح درس جديد المرة الجاية الطرح. ولو فهمتوا تقدروا ان انتوا تعملوا لي اشتراك في القناة وتبعتوا لاصحابكم، واشوفكم على خير. السلام عليكم.